السلام عليكم. تقدر تكون تسمع الفوسفات. المغرب اكبر مصدر للفوسفات ولا منتج للفوسفات في العالم، وتكون تسمع التصدير والاستيراد واجزاء السيارات واجزاء الطائرات، واكبر مصنع في افريقيا للسيارات. ولكن الحقيقه واللي خصك تعرفوا ان اكبر نسبه من المداخيل ديال الدوله ولا من الميزانيه اللي كتسير الدوله كتجي من الضرائب اللي كتخلص انت، سواء خدام اجير ولا موظف راه كيخلص الضريبه، تاجر حرفي مهني كيخلص الضريبه، عنده غير محلات ولا ديور كاريهم كيخلص عليها الضريبه، باع شي دار ولا باع شي بقعه ولا باع شي حاجه كيخلص عليها الضريبه، غير كيملك عنده دارو ولا عنده شي بقعه ولا عنده شي ارض كيملكها، ما باعها ما شراها ما كيربح فيها كيخلص عليها الضريبه. ومؤخرا تلاقاو بزاف د الحوايج. الحاجه الاولى هي نسبه التضخم العاليه والازمات اللي وقعت، سواء داخليه بحال الجفاف اللي توالى لسنوات، ولا خارجيه بحال هاد الحروب والازمات اللي كتوقع وخلات بزاف د المواد الاوليه اللي كتستوردها الدوله المغربيه طلع الثمن ديالها. والحاجه الثانيه هي البرامج ديال الدعم اللي دخلت فيها الحكومه ولا الدوله المغربيه، سواء دعم السكن ولا الدعم الاجتماعي المباشر وامو التضامن، وزيد عليه حتى الدعم ديال المواد الاستهلاكيه اللي كتدعم الدوله اللي طلع الثمن ديالها. فالمبلغ باش كدعمها الدوله طلع. هادشي منين غتجيبوها الحكومه ولا منين غتجيبوها الدوله؟ غتجيبو من عندك انت اللي كتخلص الضريبه. فإلا كانت راخفه على بزاف ديال الضرائب شحال هادي، فدابا غتزير معاك وغتفرض عليك تخلص. من بين الضرائب اللي بغيت نتكلم عليها اليوم هي الضريبه على الاراضي غير المبنيه، الاراضي العاريه. عندك بقعه غتخلص على الضريبه واخا خاويه، ما بنيتيها ما سكنتي فيها ما بعتيها ما شريتيها ما حدا عندك غتخلص عليها الضريبه. وكاين مستجد بالنسبه لهاد الضريبه وضرائب اخرين في هذا العام غيدخل نطاق التنفيذ هاد الشهر 7 اللي داخل. الضريبه ديال هاد الاراضي العاريه، ضريبه النظافه والسكن، هاد الضرائب هادي الدوله ما بقاتش باغيه الناس تهرب منها، دارت حسابها لقات بزاف الناس ما تيخلصوش هاد الضرائب، فدارت واحد الاجراء خرج في قانون الماليه، خرج في المدونه العامه للضرائب وغيبدا يتنفذ في هاد الشهر 7. كتقول لك بالنسبه للناس اللي كيكتبوا العقود ديال البيع، غتبيع دار، غتبيع بارطما، غتبيع بقعه، غتبيع ارض، اي حاجه غتباع، الناس اللي كيكتبوا عدول ولا نوطير ولا محامي مقبول في النقد اللي مخول اللي يكتب هاد العقود البيع والشراء، ضروري يطلب لك انت اللي غتبيع تجيب شهاده انك مخلص هاد الضرائب كاملين، ولا ما غاديش يتسجل داك العقد وما غتعترفش به الاداره، وما غاديش يسجلوه لك حتى في المحافظه، وما غتعترفش به المحافظه. لان هذا القانون كيفرض على هاد الناس اللي كيكتبوا العقود يطلبوا لك ديك الشهاده، والا ما طلبهاش ودوز لك العقد تيتسمى مضامن معاك، خصو يخلص معاك ديك الضريبه اللي انت ما مخلصهاش، هو دوز لك العقد واخا انت ما مدوزهاش. وكيفرض نفس هذا القانون على اداره الضرائب، مفتش الضرائب اللي كيسجل العقود ما يسجلوش الا ما كانش معاه هذه الشهاده ومذكوره في العقد. وحتى المحافظ ما يحفظ لكش ويسجل لك في المحافظه هذا العقار، هذا الدار بارتما ولا بقعه ولا ارض اللي شريتي حتى تكون مخلص هاد الضرائب. من بين هاد الضرائب كما قلت الضريبه ديال النظافه هضرنا عليها، الضريبه ديال السكن رسم السكن هضرنا عليها، ضريبه على الاراضي غير مبنيه. شحال من واحد فيكم شاري بقعه؟ كاين اللي كيشري بقعه ما فحالوش، ما قادرش يشري دار، عنده شي فليسات، قال لك اخويا نشري بقيعه وشويه بشويه نعاود نجمع نبدا نبنيها من هنا عامين 5 سنين 10 سنين وقت ما تجمعت لي الفلوس. كاين اللي كيحط فيها غير فلوسو، كيقول لك اخويا انا ما بغيتش الحرام، ما بغيتش انا نمشي للربا، ما بغيتش نحط فلوسي في البنك وتبدا تزاد. الارض والعقار مضمون، فلوسي الا ما تزادتش ما غتنقصش، غنشري بقيعه بديك المليونات ونخليها تما. انا ما قادرش نبني، ما عنديش امكانيه نبني، ولكن عندي هاد البركه بغيت نخزنها تما باش ما نبقاش حاطها وناكلها. فرد البال الا كنتي من هادو اللي عندك هاد البقعه، راه كاينه ضريبه ولا رسم على الاراضي العاريه، على الاراضي غير مبنيه، خصوصا في المجال الحضاري. فردوا البال، هاد الضريبه راك كتخلص سنويا وخصك تخلصها قبل مارس، قبل ما يدخل شهر 3، ولا غتبدا تجمع عليك، وفيها الزيادات فيها الغرامات، شحال ما كتعطل عام على عام كتجمع عليك. وهاد الضريبه معفي منها اراضي ديال الدوله، اي حاجه تابعه للدوله ما غتخلصش هاد الضريبه. الاراضي اللي تابعه للجماعات المحليه، وبالمناسبه هاد الضريبه راك كتخلص فيها الجماعه المحليه، ما تخلصهاش في اداره الضرائب، غتخلصها في الجماعه. اراضي الاحباس والجيش والجموع حتى هي معفيه منها ما تخلصش. وكذلك معفي منها الاراضي اللي كاينه في شي مناطق ما دايرش فيها الماء والضوء، ما وصل ليهاش الانستالاسيون، ما فيهاش الشركه ديال الماء والضوء، باش مثلا الا بغيتي تبني تقول لهم انا بغيت نبني، انا ما بغيتش نخلي البقعه خاويه، ولكن اخويا الضوء ما وصلش لهنا. وحتى المناطق اللي مازال ممنوع فيها البناء ولا ممنوع فيها البناء، عندك شي بقعه ولا شي ارض واخا في المجال الحضاري ولكن ممنوع البناء في ديك المنطقه، ممنوعك تبني، حتى هذه لانه هما اللي منعوك تبني، انت باغي تبنيها ما بغيتيش تخليها عاريه غير مبنيه، فحتى هذه ما تخلصش فيها الضريبه. وكذلك
الا الحساب ديال هاد الضريبه جا قل من 100 درهم. الا جات قل من 100 درهم في العام، الحساب ديال هاد الضريبه ما تخلصهاش. وهاد الضريبه كما ذكرت في الاول كتخلص في الجامعه البلديه، الجامعه المحليه هي اللي كتخلص فيها، وكتخلص على اساس شحال من متر مربع في ديك الارض، وكتخلص سنويا كل عام، الحساب ديالها كل عام. وإلا كنتي ما معفيش منها ولا ما دخلش في الفئات اللي ذكرت انا معفيه، فرد البال راه ما حدك ما كتخلصهاش، راه كتجمع عليك، لان انت اللي خصك تمشي تخلصها. لان ملي غتجي تمشي تبيع ولا حتى باش تبني وتلقاهم كيسالوك شي حاجه، راه ما عادش رخصه البناء وما غيدوزلكش البيع، خصوصا على حسب هذا القانون ولا المستجد الجديد، حتى تمشي تخلص داكشي كامل اللي عليك، لان فيها الزيادات وفيها الغرامات ديال التاخير على كل شهر. اذا كما قلت تتفرض على اساس المتر المربع، شحال من متر مربع عندك في ديك البقعه، وكتختلف من منطقه لمنطقه، عندها واحد الثمن ماشي محدد. ما دايرينش مثلا قدا المتر فيما مشيتي، لا، كل جماعه كتحدد الثمن ديال هاد الضريبه ولا شحال غيخرج لك في هاد الضريبه على اساس المتر المربع، ولكن حددوا لهم واحد الحد ادنى، اقل حاجه يمكن يفرضوها واقصى حاجه اكبر حاجه يمكن يفرضوها في الضريبه. فمثلا المناطق اللي فيهم العمارات، مناطق ولا الاراضي اللي غتبنى فيها العمارات، من 4 دراهم حتى ل 20 درهم، تقدر توصل حتى ل 20 درهم. والمناطق ولا الاراضي ولا البقع الاخرى، فيلات ولا ديور ولا مساكن اخرى، من 2 دراهم تقدر تكون غير 2 دراهم، وتقدر توصل حتى ل 12 درهم المتر. اذا دير حسابك انت، شوف الجماعه، سير الجماعه شوف شحال كيحسبوا في المنطقه اللي انت فيها بالنسبه للبقعه، على حسب واش بقعه تبنى فيها عماره ولا فيلا ولا دار عاديه كما كانت، شحال كيحسبوا لك انت، وضرب داك المبلغ 2 دراهم ولا 4 دراهم ولا 10 دراهم ولا 20 درهم، ضربوا في عدد المترات اللي عندك في الارض ولا في البقعه، غيخرج لك شحال غتخلص، وغتخلصها في الصندوق ديال الجماعه. مازال الا عندك دار راه تقدر تحضي مع ضريبه النظافه، تحضي مع ضريبه ديال السكن، وتجيك البرا ديالها وتمشي تخلصها. والا ما كتجيكش ما كيصيفطوش ليك، وانا كنعاود ناكدها لكم بالنسبه للضريبه اللي ما كيصيفطوش ليك، صيفطوا لك لا انذار لا ورقه باش تخلص، راه كتمشي كتخلص غير 4 سنين الاخرى. لان بزاف الناس يقول لك واش كاين تقادم في الضريبه ديال النظافه مثلا ولا ديال رسم السكن، مادام ما كيصيفطوش ليك هما، ما جاك لا انذار لا حتى شي حاجه، فملي كتمشي كتخلص دائما 4 سنين الاخرى. ولكن بالنسبه لهاد الاراضي العاريه ولا الاراضي غير مبنيه، هاد البقع انت شاري بقعه وميك عليها، كتقول فلوسي تما انا جامعه، وفلوسك راه كتنقص لان كتحسب عليك واحد الضريبه وانت ما سايقش لها الخبار. الله يعاونكم.